السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصوا، انا لسه داخله من البيت حالا دلوقتي من الساعه 7 الصبح. رحت البازار بتاع لميس. انا يعني لسه شايفاها من قريب، كانت بتظهر لي فيديوهات كتيره قوي ليها على الفيس. فانا كنت رايحه مع مامتي علشان اعمل لها تركيب السنان. لو انتوا شفتوه تمام، كان نازل عليه عرض ب 1750 بدل 3700 او حاجه زي كده يعني. المهم اللي بيروحوا العشرة الاولانيين انا هختصر لكم الموضوع برضه عشان ما اطولش عليكم، بس انا طالعه الفيديو ده عايزه اقول للناس هو المفروض المعرض اخر يوم ليه في بكره. يا ريت ما حدش يروح، لان مفيش اي حاجه من اللي هما بيقولوا عليها ده، كله كدب في كدب. انا كنت واخده بنتي معايا، واخده وصال. انا بصوا لسه داخله من البيت حالا، قلت اصور الفيديو ده دلوقتي الساعه 11. انا الحمد لله ما طولتش هناك واتخانقت معاهم، ما عرفتش حتى، ما رضيتش اصور لكم هناك لان فعلا فعلا فوق المهزله. المهم رحت على اساس انا مش رايحه عشان اجيب هدوم ولا اي حاجه من اللي هم بيقولوها، لان انا يعني قلت ممكن يكون ده حقيقي، لان انتم ما بتشوفوهاش في الفيديوهات بتاعتها. يا جماعه الجمال ده ايه، يا جماعه الحلويات دي ايه، وكل ده كذب في كذب. مفيش اي حاجه من الحاجات دي، كل اللي هناك ده كذب وقماشات زباله. الذهب اللي هي بتقول عليه هناك زيرو مصنعيه، لا في مصنعيه، يمكن اكتر من بره كمان. تذكرة الدخول، وعامة البازار بتاعها ده عاملاه في جنينة الميريلاند اللي في مصر الجديدة عندنا هنا. تذكرة الدخول ب20 جنيه، دي أول حاجة. طبعا ألوفات ناس واقفة. المهم يعني ايه، مش هطول عليكم. انا رحت على الاساس اركب لماما طقم اسنان، ان هي عندها السكر وخلع اسنانها، فانا كنت عايزه طقم شكل زي ما هم قايلين في الفيديو. هي كانت طالعه وجايبه ان هي بتقول لو انتوا عايزينه فوق سنانكم كتجميل هتلاقوا، عايزينه لو حد ما عندهوش سنان هيلاقي. اما اروح هناك بقى مهزله. انا رحت بدري تمام. يعني ايه، حظي جه ان العشرة اللي هم الاولانيين اللي هو هينزل لهم خصم 500 جنيه تاني، بدل 1750 هيبقى 1250 تمام. فانا طلعت من العشرة دول، فانا كنت رقم 9. دخلنا طبعا جوه مهزله عقبال ما نقف عند مع الدكتور بقى. بصوا حوارات، الله اعلم ده دكتور اصلا ولا ايه. شنطه كده لابسها على وسطه، ويلا بقى ياخد من ده بال1000 وبال2000، وما شاء الله الوفات مؤلفه لا منها. وفي الاخر يقول للناس لا اسبقوني على العياده. طلعت اصلا العياده بتاعتهم هناك في مصر الجديده بتاعت الدكتور ده، بياخدوا الحالات هناك. يقولوا بقى للناس هناك طبعا مفيش 1750 ولا 1250 ولا كل الرغي اللي هم قالوه في الفيديوهات ده، كله كذب يا جماعه. لان انا ليه بصور الفيديو ده؟ انا الحمد لله انا يعني ساكنه هنا مش بعيده، يعني مصر الجديده مش بعيده عليا، يعني خدت تاكسي الصبح ب25 جنيه. فكره بقى في غيري، او كنت ممكن اخد ميكروباص. انا قابلت حالات هناك يعني كانت واقفه مذهوله، حالات جايه من اسكندريه، جايين من سفر، وناس كتير غيرهم جايين محافظات بسبب موضوع السنان. يا جماعه طالما مفيش مصداقيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. منك لله انت او اللي زيك اللي بيعمل فيديوهات ويخلي الناس تيجي من اخر الدنيا. انا صعبت عليا الناس الكبيره، يعني انا الحمد لله قدرت اروح واجي. طب انا والدتي تعبت برضه، واحنا الحمد لله هو جنب البيت مش بعيد علينا. انا ما كملتش كام ساعه وجيت. لما لقيت المهزله دي طبعا يعني عملت بما فيه الكفايه، وخدت التذاكر اللي انا داخله بيها رجعتها، وخدت ال40 جنيه منهم، واتخانقت معاهم خناقه كبيره جدا، لان انا ما بحبش حد يضحك عليا. انا رحت على اساس ان انتوا قايلين في البازار 1 2 3 4، اروح الاقي الحاجات دي ما لاقيش اي حاجه من اللي انت قايله عليها في الفيديو. طب ليه يعني احنا ليه نروح نعمل كل الكلام ده؟ طب حرام عليكي، ما كل الناس طالعه بتتحاسبن فيكي. فانا مش طالعه، انا مش طالعه، انا بس طالعه اقول لكم الناس اللي لسه ما تعرفش. انا كان نفسي الاقي فيديو زي كده امبارح، ان انا دخلت كانت مصوره بس مباشر كتير جدا للساعه 12 بالليل جوه الجنينه، بتقول يا جماعه هو الاسعار وب100 جنيه ومش عارف ايه، ومن عندنا حاجات من اول 10 جنيه. الحاجات المدرسيه اغلى من المكاتب. اصلا انا لفيت لفه كده بسيطه، قلت عشان اشوف برضو ايه، هل السنان بس ولا كل حاجه؟ طلعت كل حاجه، مفيش حاجه ب100 من الدراسات اللي كانت قايله عليها، ولا العبايات، ولا لبس الاطفال، ولا لبس المدارس اغلى من بره. يعني عندنا هنا في 1000 مسكن او في المحلات اللي هنا جنبي ارخص من المعرض ذات نفسه. بس احنا معلش يعني احنا برضو ايه، شعب طيب وبيضحك علينا بسهوله جدا. بس احنا كنا واثقين فيكي، فانت ما تعمليش برضو فينا كده. فعلا فعلا حسب الله ونعم الوكيل. وبرشح لكم يا جماعه ما حدش يروح المعرض ده، والله ما في اي حاجه عدله. موضوع السنان ده كذب في كذب، لان انا شفت حالات النهارده ناس كبيره جدا فوق ال60 سنه جايه من محافظات. والله قابلت 4 جايين من اسكندريه يعني، والدكتور هناك قال لهم لا لا حالتكم صعبه جدا، افتحي بقك كده. بناء على ايه؟ هو عرف الحاله صعبه
هو اصلا شكله مش دكتور، بناء على ايه ان هو عرف ان الحاله صعبه؟ الله اعلم. صوري كده بالتليفون، لا 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 حالتك صعبه جدا مش هتنفع. والله انا بحكي لكم اللي حصل معايا قبل ما اغير هدومي، وحتى كنت حاطه وصال هنا يا دوبك خرجت وصال، كنت فاتحه الكاميرا حتى ما شغلتش رينج لايت، انا سردت التليفون كده عليه وقلت اصور فيديو زي ما يطلع، انا ولا طالعه عشان عايزه شكل الفيديو يبقى واو ولا اي حاجه، بس انا طالعه علشان اقول لكم اللي ما راحش المعرض بلاش يروحوا، هتروحوا تدبوا مشوار على الفاضي ما فيهوش اي حاجه. فبلاش نمشي بقى ورا الفيديوهات اللي هما بينزلوها لنا وبيعملوها لنا دول، لان بجد بجد احنا بيضحك علينا جامد قوي. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.